السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. إنما كنتم يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشيدة. ده اللي حصل مع دكتور محمود الغنام ابن كفر الشيخ، العريس اللي توفى أثناء استقبال المعازيم. ده مش أول واحد ولا آخر واحد ولا هيبقى آخر واحد. ناس كتيرة جدا وعرسان كتيرة جدا وكمان عرايس بيتوفوا ليلة زفافهم أو ليلة الحنة أو ليلة كتب الكتاب. ليه السبب مثلا؟ ليه بيحصل كده؟ العريس اللي انتوا شايفينه ده شاب محترم جدا. يعني الناس كلها بتشيد باحترامه وبأدبه. دكتور صيدلي. كان عامل كده كتب كتاب بيحتفل بيه مع أصحابه وأهله وحبايبه وعروسته. دي دعوة الفرح. طبعا الشاب ده خطب. اكيد طبعا انتوا عارفين يعني الدكاترة بعد سنين من التعب بقى والمجهود وكده خطب. فالمهم ان هو كان يوم عادي جدا بيرقص بيحتفل بكتب الكتاب، مفيش اي حاجة خالص. جه توفى، يعني توفى كده. هو واقف مع المعازيم توفى، وقع توفى. طب ايه الاسباب؟ يعني ايه السبب ان يخلي عريس زي ده يتوفى بدون لا مريض ولا عنده حاجة ولا تعبان ولا اي حاجة خالص؟ السكتة القلبية. السكتة القلبية يا جماعة بسبب الرقص وبسبب الفرحة وبسبب ان بمجهود طبعا ما بينامش وبسبب الضغط اللي بيبقى متوتر والحاجات دي كلها بتؤدي لسكتة قلبية. فعايزين نقول كل العرايس بالراحة، يعني افرحوا بس ما تفرحوش قوي قوي كده. ارقصوا بس مش بالطريقة دي او مش بالفرحة دي، لان السكتة القلبية بتيجي من الانفعالات الزيادة، يا حزن زيادة يا فرح زيادة. فربنا يا رب يرحمه. هو عريس الجنة وأكيد هيتزف في الجنة إن شاء الله. ربنا يعوض مراته اللي لسه مفرحتش ولا دخل الدنيا. ربنا يا رب يعوضها ويصبر أهله، لأن حاجة صعبة 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 فوق أنتوا تتخيلوا. إني طبعا يحصل حاجة زي كده. كسرة وحاجته بقى وجهازه وحاجته اللي هو مجهزها بقاله فترة، كل ده طبعا تروح وهو كمان يروح معاه. كان طبعا السنة اللي فاتت كان في أو السنة اللي قبلها كان في شاب برضو من عندنا هنا توفى ليلة حنته. وقع توفى. فدي حاجات بتبقى عند آه، ربنا، يعني ربنا اللي بيبقى عالم بالحاجة دي وعارف. فأكيد دول عرسان في الجنة دلوقتي، وربنا يا رب يرحمه ويصبر أهله ويعوض مراته ويصبرها، لأن الموضوع مؤلم وصعب جدا. إن الفرح والسعادة تتحول لعزا. مكان اللي هو كان عامل فيه كاتب الكتاب بعدها على طول اتحول لصناديق من العزاء والناس جاية تعزي وكل الكلام ده كله. ربنا يا رب يعوضه في الجنة. هو أكيد ربنا يعوضه في الجنة ويعوض مراته إن شاء الله بأحسن